y eso es lo más importante. Luego lo de la sujeto de por casi. تصريح خطير من زيدان بعد فوز المنتخب المغربي على مالي وتأهله لدور الثمانية يصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. قال زيدان: أود أن أبدأ هذا الحديث بالتعبير عن إعجابي العميق بما قدمه منتخب المغرب للناشئين. هذه لحظة كبيرة، لحظة تاريخية، لحظة تثبت أن العزيمة والروح القتالية يمكن أن تقلب الموازين. انظروا إلى ما مر به هؤلاء الشباب، لم يكن طريقهم ممهدا بالورود، تعرضوا لخسارتين مؤلمتين في بداية مشوارهم أمام اليابان وأمام البرتغال، وهما منافسان لا يستهان بهما أبدا. الهزيمة أمامهما ليست مبررا، لكن ما يزيد من صعوبة الأمر هو الشعور بأن الظلم التحكيمي لاحقهم. قرارات تحكيمية أثارت الجدل، وربما أثرت على تركيزهم، ربما أزعجت معنوياتهم. لكن وهنا تأتي قيمة هذا الفوز. أن المغرب لم ينهزم في روحه، لم يفقد الإيمان بنفسه. هذا ما يجعل فوزه على مالي وتأهله إلى دور الثمانية أمرا عظيما، لأنه جاء من رحم التحدي، من قلب المعاناة، من رحم تجربة صعبة جعلت الجيل ينضج بسرعة. أولا، التنظيم التكتيكي. شاهدت كيف نسق الفريق، كيف تحرك اللاعبون بتموضع ذكي، وكيف تغيرت الخطط في كل كرة. هذا ليس مجرد جيل موهوب، هذا جيل يفهم اللعبة، يفهم كيف يقرأ الخصم، كيف يغلق المساحات وكيف يهاجم عند لحظة الضعف. ثانياً، الشخصية. هؤلاء اللاعبون لم يظهروا أي خوف أمام ظروف صعبة. تأخرهم أو الظلم المحيط بهم لم يجعلهم يهربون، بل جعلهم يهاجمون أكثر بعزم. ربما يكون الظلم هو ما أشعل فيهم النار، غضب إيجابي، تصميم متجدد. ثالثاً، الشجاعة والإصرار. في مواجهة مالي، رأينا قلباً كبيراً. رأينا شباباً يقول: نحن هنا لننتصر. ليس لأن العالم يراقبنا فحسب، بل لأننا نؤمن بأن أسمائنا تستحق الحفر في ذاكرة كرة القدم. والآن، بعد التأهل إلى دور الثمانية، يجب أن نعي أن هذه ليست نهاية الطريق. بالعكس، هذه بداية لجولة جديدة. يجب أن ينظر إلى هذا الفوز كمنصة انطلاق، منصة لبناء مشروع أكبر. مشروع لا يكتفي بالمشاركة، بل يطمح للفوز، لمنافسة الكبار، لصناعة الأبطال. وأنا، كزين الدين زيدان، أرى في هذا الجيل مستقبلا واعدا جدا للمغرب. أرى قاعدة قوية، أرى روحا قتالية، أرى ذكاء فني. إذا واصلوا بهذا المستوى، وإذا استمرت الأكاديميات المغربية في دعمهم، وإذا واصل المدربين بناء هذه الذهنية القوية، فإن المغرب القادم لن يكون مجرد منتخب، سيكون من بين القوى الكبرى في كرة القدم العالمية. في نهاية كلامي، أوجه رسالة إلى هؤلاء الشباب: استمروا على هذا الطريق. لا تنسوا ما مررتم به من صعاب، بل اجعلوه دافعا لكم. اعلموا أن كل نقطة ظلم، كل قرار تحكيمي خاطئ، كل هزيمة يمكن أن تتحول إلى وقود لشغفكم، إلى طاقة لتقدمكم، إلى قصة نجاح ترونها للأجيال القادمة. وأنا أدعو الجمهور كله، المغاربة، العرب، محبي كرة القدم، أن يدعموا هذا الجيل. دعونا نكون خلفهم قلبا وقالبا، دعونا نرفع أصواتنا بحماس، دعونا نؤمن بهم لأنهم يستحقون الإعجاب والدعم. المغرب اليوم لا يفوز فقط على مالي، بل يبعث رسالة قوية تقول: إذا ضربتونا سنعود، وإذا ظلمتمونا سننتصر، وإذا قلتم إننا نهايتنا فإلى اللقاء، لأننا سنكون البداية. شكرا لكم، والله يوفق شباب المغرب ويجعلهم فخرا ليس لأمتهم فقط، بل لكل من يؤمن بأن الأحلام الكبيرة تصنع بشجاعة لا تعرف الانكسار.